الفيديو تحديدا هو موجه بشكل مباشر الى طلاب الثالث متوسط والسادس اعدادي، لان الامتحانات قربت واشياء لازم تركزون عليها وتنتبهون لها. جبت لكم اخبار مفرحه وبعض الاخبار اللي ما راح تسركم، بس لكن باذن الله كلها مفرحه ماكو محزنه. اول الاخبار تحديدا طلاب الثالث متوسط والسادس اعدادي، وزاره التربيه بينت ووضحت ونشرت اكثر من مره انه الاسئله سهله. اسئله راح تجيكم من ضمن المنهج، ماكو سؤال خارج المنهج، وهاي اهم نقطه لازم تركزون عليها. يعني الاسئله من داخل المنهج وتحديدا من اسئله الفصول حاولوا تركزون عليها. راح تجيكم العديد من الاسئله من هاي، حاولوا انه انتم تركزون حتى انه تقدرون تطلعون الدرجات الجيده. الوفره الماليه الموجوده بالبلد راح تنفتح العديد من المعاهد. الوفره الماليه الموجوده بالعراق قد تساهم بشكل كبير جدا في فتح الكثير من المعاهد، ابرزها معهد المعلمين، معهد التمريض اللي يقبل ثالث متوسط. فانت كطالب ثالث متوسط حاول تشد حيلك، حاول تطلع درجات عاليه، خاصه انه هاي السنه هي اخر سنه الك انه من ناحيه الحذوفات، بعد ماكو حذوفات، بس هاي السنه وبعد حذوفات انسوها شيلوها من بالكم. خاف تماهل الوزير، هاي الوزير ما راح يتماهل، انا اتوقع الصراحه، لان بين ووعد انه هاي السنه راح تكون سنه نهائيه على مدى دراساتنا العلميه وغيرها من هالامور اللي كلنا انه احنا نعرف بها. فانتوا شنو اللي عليكم اخواني ومتابعينا وطلابنا الاعزاء؟ اجتهدوا قد ما تقدرون. النقطة الأخرى حبيت أوضحها لكم، لا تأجل أي امتحان. أي امتحان لا تفكر هذا الامتحان ما أقرأ أجل الدور الأول أقرأ بالدور الثاني. هاي الفكرة خطأ خطأ خطأ. حاول دائما تقرأ وتجتهد، شوف روحك طلعت درجة ما طلعت روح سوي عدلها وروح عيد امتحانك بالدور الثاني، ماكو أي مشكلة. ها واحدة. اكو دخول شامل بالدور الأول، يعني شلون؟ يعني أنت رسبت مو ترسب بثلاثة يعني معناها ما تدخل الدور الثاني، لا. انا كتوقع راح وزاره التربيه حتبينها انه اللي يراسب بكل المواد بالدور الاول يحق له انه يعيد امتحانه بالدور الثاني، وهذا الشيء راح يساهم بكبير يعني بشكل كبير جدا للطلاب. حاولوا تركزون وتنتبهون وتعرفون صيغ الاسئله، لان الاسئله سهله. اعيد واكرر، الاسئله سهله. النقاط الاخرى اللي حبيت اوضحها لكم، دور ثالث بعد ماكو، دخول شامل ماكو، 10 درجات ماكو للاسف. يعني انا اتمنى صراحه، انا كحال اي شخص يتمنى انه يتم اضافتهم ويتم انصافكم انتم كطلاب، لكن وزاره التربيه وضحت بشكل كبير جدا، دخول شامل ماكو، دور ثالث ماكو، ايضا نظام التحميل والمحاولات ماكو. فاشتركوا في قناتي، قناه التليجرام موجود في خانه التعليقات، اشتركوا بها وفعلوا الجرس حتى باذن الله يصل لكم كل ما جديد. شكرا لكم على حسن المشاهده، تقبلوا تحياتي، اخوكم حسين القريشي، بحفظ الله وامانه، مع السلامه.